في لحظة واحدة بقى معاك فلوس ورق لا بتشتري أكل ولا بتتشال في محافظ ولا حتى ليها قيمة. ففي سنة 1923 ألمانيا كانت بتمر بأصعب أزمة اقتصادية في تاريخها. الناس كانت بتواجه ارتفاع جنوني في الأسعار، والفلوس اللي معاهم كانت بتفقد قيمتها بشكل رهيب جدا. ودي مش مبالغة، ده واقع حصل فعلا، واللي كان واحد من أخطر الأزمات الاقتصادية اللي عاشتها ألمانيا. فالناس فقدت مدخراتها لدرجة كانت بتحرق الفلوس بإيديها. إزاي دولة كاملة توصل للمرحلة دي؟ وإزاي خرجت منها؟ يلا نشوف الحكاية إيه في سطر حضارة، وده إن كل سطر أثر ولكل حضارة قصة. في سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى، فألمانيا خرجت من الحرب مهزومة عسكريا، لكن الخسارة الحقيقية كانت اقتصادية، وده لأن البلد فقدت مصانعها، أراضيها، وقوة بشرية ضخمة. وفوق كل ده اتفرض عليها في معاهدة فرساي اللي اتعملت بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة سنة 1919 بدفع تعويضات مالية ضخمة لدول الحلفاء اللي فازوا في الحرب. فاقتصاد ألمانيا كان ضعيف وقتها، والدولة محتاجة فلوس، فالحكومة الألمانية اختارت أسهل حل بالنسبة لهم وقتها، وهو طباعة فلوس أكتر. فالفكرة كانت قائمة على إن لو معانا فلوس أكتر هنقدر ندفع التعويضات دي ونحرك الاقتصاد. والتعويضات دي كان لازم تدفع بالذهب أو عملات قوية زي الدولار الأمريكي، يعني مش بالمارك الألماني اللي فقد قيمته بعد الحرب. والمارك الألماني ده كان العملة الرسمية لألمانيا في الوقت ده. فبالتالي كانت المشكلة كبيرة، لأن الاقتصاد المحلي الألماني وقتها ما كانش قادر يخلق الإنتاج اللي يجيب العملات دي. فألمانيا ما كانش عندها إنتاج يكفي ده، يعني إن المصانع الزراعية والصناعية كانت متضررة جدا بعد الحرب، ومفيش منتجات كافية للبيع والتصدير. وده زي ما اتذكر في كتاب نايل فيدريجن The Ascent of Money. فمعنى الكلام حتى لو طبعوا فلوس كتير مفيش إنتاج حقيقي يساوي قيمة الفلوس دي، فالأسعار ارتفعت والاقتصاد وقع والبطالة زادت. وهنا ظهر الخطر الحقيقي، وهو التضخم. التضخم أو الانفليشن هو مصطلح اقتصادي، ومعناه زيادة أسعار السلع والخدمات بسبب زيادة الفلوس بدون زيادة الإنتاج. فكمية الفلوس بتزيد لكن السلع والخدمات ثابتة أو بتقل. فالأسعار كانت بتزيد بشكل طبيعي جدا في الأول، بس بعد كده بدأت تزيد كل أسبوع، بعد كده بدأت تزيد كل يوم، وبعد كده بدأت تزيد كل ساعة. فألمانيا دخلت في مرحلة اسمها التضخم الجامح، أو ما يسمى بالهايبر انفليشن، وده أسوأ نوع من أنواع التضخم، واللي معناه إن بسبب التضخم فالعملة بتفقد قيمتها بشكل كبير قوي، لدرجة إن الفلوس ما بقتش صالحة للتداول الطبيعي. فالمارك الألماني فقد قيمته لدرجة إن الناس كانت بتشيل الفلوس بعربيات عشان تاخد أي سلعة أساسية مقابلها عشان تقدر تعيش. وده اتذكر في كتاب توماس سارجن The End of Four Big Inflation. طب ليه التضخم ضرب ألمانيا بالشكل ده ومضربش غيرها من الدول الأوروبية بنفس القوة؟ فالإجابة إن بعد الحرب العالمية الأولى أوروبا كلها كانت متدمرة، لكن مش كل الدول عانت بنفس الدرجة. فألمانيا كانت مختلفة لسبب مهم، فالدولة نفسها كانت بتمول العجز بطباعة الفلوس في وقت إن الإنتاج المحلي كان واقف والمصانع مش شغالة بكامل طاقتها والبطالة عمالة بتزيد. فالاقتصاد ما كانش بيخلق قيمة حقيقية، وفي نفس الوقت الفلوس عمالة بتزيد. فالنتيجة كانت طبيعية، إن الأسعار عمالة بتزيد وقيمة العملة تنهار أسرع من أي دولة تانية. فسنة 1923 كانت سنة صعبة جدا عليها، فرغيف العيش كان ليه أكتر من سعر في اليوم الواحد، يعني مثلا الصبح يبقى ب250 مارك، العصر يبقى ب1000 مارك، بالليل يبقى ب3000 مارك. فالناس كانت بتقبض مرتبها وتجري تروح تشتري السلع الأساسية قبل ما الأسعار تزيد والفلوس تفقد قيمتها. فالمرتبات الشهرية ما بقتش بتكفي مواصلات ولا شراء سلع أساسية، واللي كان عايش مستور بقى فجأة مش قادر يكمل يومه، لدرجة إن الناس بقت بتسيب الفلوس في الشارع للأطفال يلعبوا بيها، والحرامي بقى بيسيب سرقة الفلوس ويروح يسرق السلع الغذائية والمواد الأساسية زي العيش واللبن. وفي مشاهد موثقة من أرشيف الباندسبانك، هو البنك المركزي الألماني، إن الناس كانت بتولع في الفلوس عشان تدفي نفسها بيه، لأن الحطب وقتها كان ليه قيمة وأغلى من الورق النقدي. الطبقة الوسطى في ألمانيا اتدمرت من موظفين، مدرسين، أطباء.
كان ناس كتير قوي عايشة على مرتب وفجأة فقدت كل حاجة، مدخراتهم اختفت وحياتهم اللي بنوها من سنين راحت في شهور. وده بيشرح مصطلح مهم جدا وهو الثقة في العملة. فالفلوس مش مجرد ورق، بل هي اتفاق جماعي ان الناس مصدقة ان ليها قيمة. فطالما الثقة موجودة العملة شغالة، اما لو الثقة راحت العملة تقع. وده اتذكر في كتاب جون كينز The Economics of Consequences of the Peace. فلو معاك فلوس وانت عارف ان بكرة هتجيب بيها نص اللي بتجيبه النهاردة، طبيعي هتعمل ايه؟ هتصرفها فورا وما تحوشهاش. وده اللي حصل في ألمانيا. الناس بطلت تحتفظ بالمارك مش لأنها فقيرة، لكن لأنها ما بقتش بتثق فيه. فالعملة ما بتموتش لما الفلوس تقل، العملة بتموت لما الثقة فيها تختفي. طب ازاي ألمانيا في الوقت ده بدأت تتعافى؟ بعد سنة 1923 ألمانيا وصلت لنقطة ما ينفعش بعدها تكمل نفس الطريق، فالعملة انهارت والثقة اختفت والاقتصاد كله كان على حافة الشلل الكامل. فالدولة أدركت إن طباعة الفلوس مش حل، وأي تأخير أكتر من كده هيحول الأزمة لكارثة دائمة. وهنا بدأ الإصلاح الاقتصادي الحقيقي. فأول خطوة كانت وقف طباعة الفلوس. فالحكومة فهمت إن طول ما الفلوس عمالة بتزيد من غير إنتاج الأزمة مش هتخلص. فالقرار ده كان صعب لأن معناه إن الحكومة هتشد الحزام وتقلل الإنفاق وتتحمل غضب الناس. لكن من غير الحل ده ما كانش فيه أمل إن ألمانيا ترجع وتنقذ نفسها. ففي نهاية سنة 1923 ألمانيا قدمت عملة جديدة اسمها رينتنمارك. العملة دي كانت مختلفة، فما كانتش بتعتمد على الذهب، لكنها كانت مرتبطة بقيمة حقيقية زي الأراضي الزراعية والممتلكات. ومجرد الإعلان عن العملة دي رجع ثقة الناس في الحكومة شوية بشوية. وبعد استقرار العملة بدأت الحكومة تركز على إعادة الإنتاج المحلي، فالمصانع رجعت تشتغل حتى لو بطاقة أقل في الأول. الزراعة بدأت تتحسن والناس رجعت تشتغل من الأول، وده مهم نفهمه. فالاقتصاد ما بيتصلحش بالفلوس لكن بيتصلح بالإنتاج. فكل ما الإنتاج بيزيد البطالة بتقل، إنتاج السلع بيزيد والأسعار تستقر. والشخصية المهمة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي في ألمانيا وقتها وكان العقل المدبر لده هو هيلمر شاخت، اللي كان رئيس البنك المركزي الألماني وقتها وبعد كده بقى وزير الاقتصاد. والخطة بتاعته خلت العالم كله يراقب التجربة الألمانية كنموذج لإنقاذ اقتصاد منهار. فاللي حصل بعد الإصلاح ما كانش معجزة فجأة، التعافي كان بطيء ومليان خوف من تكرار اللي حصل، لكن الفرق إن الثقة رجعت والعملة بقى ليها قيمة. فالخلاصة من الحكاية ألمانيا ما خرجتش من الأزمة بكلام ولا بشعارات ولا بطباعة فلوس تانية، خرجت لما اعترفت بالمشكلة وربطت الفلوس بقيمة حقيقية. علشان كده قصة حرق الفلوس مش مجرد مشهد غريب من التاريخ، لكنه درس اقتصادي لسه صالح لحد دلوقتي. لو عجبك الفيديو دوس لايك عشان ناس أكتر تشوفه، ما تنسوش السبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.